السلام عليكم البنات، رجعت لكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. راح تشوفوا معايا اليوم بطاطا كوشة مع سمك الثون. خليكم مع الوصفة والمقادير. نبداو على بركة الله. نشوفوا الوصفة تاعنا. نحتاج هنايا عندي سمك الثون اللي كنت نظفته مليح، غسلته وخليته بجهة. نحتاج هنايا حبات تاع بطاطا قشرتها وغسلتها، حبات تاع طماطم، حبات تاع فلفل حار، عندي حبات تاع ليمون. بالنسبة لزيبيس نحتاج هنايا عندي فلفل اسود، الكمون والكزبر، وعندي كمية مليحة تاع الثوم، الملح. وهنا عندي مغرف كبيرة تاع الهريسة، لا متاغد، وعندي الزيت. انا بالنسبه للزيت راني درت زيت العادي، يعني زيت نباتي. ومن جهه اخرى هنا جبت الصينيه تاع الفور، حطيت فيها هذوك الحبات تاع البطاطا كامل. حنديرهم دي رونديل، نقصهم دي رونديل، يكونوا متوسطين مش خشان بزاف وماهمش رقاق، باه من بعد يدخلهم طياب. نقص الكميه كامل اللي عندي، نزيد نقص عليها هذوك الحبات تاع الفلفل. تقدروا يعني تزيدوا مام الفلفل الحلو ولا اي نوع تاع الخضره تحبوه في هذه البطاطا، يعني كل واحد وكيفاه يشتي هذه البطاطا تجي. نزيد نحط عليها هذوك الحبات تاع الطماطم، نزيد نقصها دي روندال يكونوا خشان مش رقاق. ونحاولوا نخيروا هذوك الحبات اللي يكونوا شويه يعني يكونوا ناشفين. نحط هذيك الطماطم كامل. هنايا بعد ما كملتها راح نزيد نحط عليها مغرفه متوسطه تاع الكمون، مغرفه متوسطه تاع الفلفل الاسود، ومغرفه تاع الكزبر. وهنايا زدت عليها كما راكم تشوفوا مغرفه صغيره تاع الهريسه. هنايا تقدروا تستغناو عليها، يعني ملي ما بغاش يديرها يقدر يستغنى عليها. زدت عليها هنايا مغرف كبيره تاع الطماطم، كما راكم تشوفوا طماطم مصبره، ونحط عليها مغرف ولا زوج تاع الزيت العادي. كاين بزاف يعني بنات اللي ما يشتيوش هذه التتبيله هذه ولا هذا لاصوص يخدمها بالزيت العادي، تقدروا تعوضوها بزيت زيتون. زدت عليها 4 كاس تاع الماء، ونحط عليها القارص. هنايا هذا النوع تاع الاسماك يشتي بزاف القارص والكمون والثوم. زدت عليها هنايا كما راكم تشوفوا مغرف كبيره تاع الثوم، ونحط عليها الملح، ونخلط هذه التتبيله كامل هكا مع بعضها، ونفرغها فوق هذيك الصينيه تاع البطاطا. كما قلت لكم البنات هذا النوع تاع الاسماك يشتي بزاف يعني الثوم والكمون، يعني باش نتخلصوا من هذيك الريحه كامل تاع اللي يجي في الحوت. نخلط بالطريقه هذه كامل هكا باه يتنكه كلش مع بعضه، وهذوك لي زيبيس كامل يدخلوا في البطاطا والطماطم والفلفل. وكما قلت لكم البنات تقدروا يعني ديروا اي نوع تاع خضره تفضلوه تزيدوه في هذه الصينيه تاع البطاطا. نغطيها ونخليها بجهه، ندير لها بابي الومنيوم والبابي فيلم، ونخليها تطيب في عقلها على درجه 180. وساعه ساعه يعني نحل عليها نشوفها اذا جاتني ناشفه ولا جاتني ناقصه طياب، نزيد لها غير شويه تاع الماء ونخليها تكمل طياب في عقلها. من جهه اخرى هنايا جبت هذاك السمك تاع الطون، راح ندير له هكا فتوحات كما راكم تشوفوا غير من الفوق. ندير له على الجهتين، يعني ندير له الجهه الاولى ونزيد نقلبو ندير له على الجهه الثانيه. ودوك راح نخدم له التتبيله تاعو ولا لا مارينا تاعو. كل واحد يعني ثاني كيف راح يخدم هذه التتبيله هذه، كل واحد والطريقه تاعو. انا هذه هي الطريقه تاعي اللي مرفا نخدم بها هذا النوع تاع الحوت. درت هنايا شويه تاع زيت، كما قلت لكم تقدروا ديروا زيت زيتون، اللي ما يبغاش يخدم بالزيت العادي يديرها يعوضها بالزيت زيتون. وزدت عليها هنايا مغرف كبيره تاع لاموطاغد. هنايا بزاف مهم لاموطاغد في هذه الوصفه هذه. ندير عليها كميه تاع الملح، نزيد عليها شويه تاع القارص هكا بطريقه هذه. نديروا كميه مليحه تاع القارص، ونزيد عليها هنايا الهريسه مغرفه متوسطه تاع يعني درت مش متوسطه، درت مغرف صغيره تاع طماطم مصبره. ولي زيبيس نفسهم اللي درتهم في البطاطا راح نديرهم في هذا الحوت. يعني درت الكزبر، الملح، الفلفل الاسود والكمون. ونزيد عليها هنايا الثوم كما قلت لكم، كثروا الثوم. الثوم هي اللي تخلي لها هذيك الريحه هذيك، يعني ما تكونش خلاص في هذيك الحوت. نخلط مليح هذه التتبيله هذه، ونزيد هنا كما راكم تشوفوا راح ندير لها غير شويه برك تاع الملح باه ما تجينيش صامطه من الداخل. ونحط عليها هذيك لاصوص اللي كنت خدمتها بالطريقه هذه، نمشي على كامل هذوك الجوايه كامل هكا بالطريقه هذه. كما قلت لكم البنات كل واحد والطريقه تاعو في هذه التتبيله هذه. كاين اللي يدير فيها الدبشه، انا صراحه شريت الدبشه بس حاجتني شويه يعني فيها واحد المراره هكا، يعني ما درتهاش من الداخل، يعني درتها غير من الفوق. ونزيد نحط هكا بشويه ندير فيه هذوك الفتوحات اللي حليتهم، نزيد نعاود نعمرهم من الداخل باه من بعد كي طيب يعني يجيني لوغو تاعها يعني كي لداخل كي برا بنفس التتبيله.
بعد ما عمرت هذوك الفتوحات كامل على الجهتين، الشيء اللي بقى لي راح نولي نديروها كامل فوق. هنا بعد ما كملتها كيما راكم تشوفون راني حطيتها من الداخل ومن برا، يعني درت لها هذيك التتبيله كامل. ندير لها هنايا دي طرونش تاع القارص في في هذوك الفتوحات ونحطها طيب. هنا بالنسبه للطياب تاعها تقدروا يعني اذا درتوها شويه بكري يعني ما فيهاش الروح، يعني ما تديش بزاف طياب في الفور، ديروا لها بابي فيلم ولا البابي الومنيوم وخليوها طيب في عقلها. انا هنا درتها في الاكياس هذو تاع الشواء وراح نخليها طيب في عقلها. هنا كيما راكم تشوفوا البنات بعد ما طابت لي هذيك البطاطا، شوفوا كيفاه طابت زبده يعني ذوب وحدها. هنا راني هذا وين جبتها من الفور. شوفوا لاصوص تاعها تاع الطماطم وهذيك اللي درتها كيفاه لقيتها هذيك البطاطا. وهنا هذيك الحوته هذيك تاعي نحل هنايا دوك تشوفوا كيفاه طابت لي، يعني خليتها طابت مليح ومن بعد حليت لها هذاك الساشي وخليتها تحمرت على الجهتين. هنا كما راكم تشوفون البنات بعد ما كملت يعني درت لها الرشه هذيك تاع الدبشه، قدمتها هنايا في هذاك الصحن. وهنايا درتها شويه قدمتها هنايا مع شويه تاع الارز. ان شاء الله الطريقه تاع اليوم ولا الفكره تاع اليوم تنال اعجابكم وما يكونش الفيديو ممل. تهلاو في روحكم البنات، وصلنا لنهايه الفيديو، للملتقى ان شاء الله.